واحد البلبلة واقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص الفيسبوك والانستغرام تيك توك. قال لك بأنه حنايا راه ماتوا لينا جوليدات مغاربة وقتلهم الجزائريين بالقرطاس وخرجوا فيهم لأنهم فاتوا الحدود الجزائر، وديك الساعة باقين يعني شادينهم وباقين معذبين الامهات ديالهم وما بغاوش يعطيوهم دوك الجوتات. لهذا حتى حنايا ما عاديش نعطيوكم رؤوف وما عاديش تستسلموا وما عاديش تاخذوه وعادي نالوا منه، لانه ليلة امس كذلك تم الاعتقال الشباب اللي ماشي شباب صراحة، لأنه واحد قالك في العمر ديالو 30 سنة مقيم بالدول الأوروبية، والآخر راه شيباني ما شاء الله، راه لحيتو هكاك مدلية يعني كبير في السن. هاد الناس هادو اللي شدوا الفلوس ديالنا وبداو تيقطعوا فيها هكاك وريقات، يعني بلا احترام ديال هاد الدولة اللي هما كينتميو ليها، اللي ما قدمت لهم كل الشكر وقدمت لهم كل الحضن والضيافة وحسن الكرم والبيبان المفتوحة والاستقبال والوجه البشوش. اي حاجة زوينة كطيح لكم، مصطلحات زوينة كيطيحوا لكم في بالكم قدماتوا المغرب للجزائر. ولكن الجزائر من طبيعة الحال شفنا اليوم واحد الغضب وواحد الكره اللي كبير. لا يعني مازال ارجع لهذه النقطة، ولكن تاني حدث اخر تم الاعتقال الشاب اللي اسرق الجهاز اللاسلكي لذاك الحارس الامن في الملعب بمدينة مراكش نهار كانت لعبة الجزائر، نهار اللي تم الاقصاء ديالها. هذاك النهار مشؤوم اللي وقعوا فيه بزاف ديال الاحداث، اللي وقعوا فيه بزاف ديال المخاطر بالنسبه للمغاربه وبالنسبه للملعب، وكانت عتكون كوارث كبيره الله يستر، لانه شفنا مدابزه تما، شفنا ازدحام، شفنا ناس بغات تلاح الله يستر من المدرجات، يعني كوارث. في الاول وصراحه كان استقبال كبير من طرف مؤثرين ما شاء الله عندهم صفحات كبار، وكان عليهم بعض الانتقاد من بعض الصفحات اللي من طبيعة الحال ديال المؤثرين كذلك هما معروفين. لا علاش نتو كبرتوا لي مشان، علاش استقبلتوهم بالحلوى واتاي، لا علاش الناس العاديين فتحوا بيبانهم الجزائريين اللي كيقولوا حنا راه ما عندناش، وزيد وزيد. كانت واحد الفئة اللي هي قليلة من طبيعة الحال. اليوم ولينا كنشوفوا حرب كبيرة ما بين المؤثرين الكبار وما بين المؤثرين الكبار الجزائريين والمغاربة كذلك، يعني ولات واحد الطائفة عباد الله اللي هي كبيرة وحنا في غنى عنها. حنا كنبقاو كاملين مسلمين، كنبقاو كاملين غدا قدام الله، يعني كل واحد فينا عيتحاسب على الافعال والاعمال والتصرفات ديالو. حنا ما كانش في النية ديالنا بالمرة اننا يعني نشدو داك البوال رؤوف في السجن نهائيا، وكذلك ما على بالناش الاعتقالات لهذوك الشباب اللي ناضوا داروا الشغب وقطعوا الفلوس ولا اللي سرقوا ولا هذوك اجراءات. اي دولة كانت عدير نفس الاجراء، غادي تاخذ نفس القرار الاعتقال لاي واحد دار الشغب، اي واحد ما رباتوش بلادو. بالرغم من انه حنا كنقولوا اوروبا ما شاء الله كيكونوا العقول راقيه وكيكونوا واحد الانفتاح وواحد الاندماج، وكتكون الاحترام. بهذا المصطلح كيكون الاحترام لواحد البلد اللي مشيت ليه من طبيعه الحال ما عادش نسرق، ما عادش نبول، ما عادش ندفق، ما عادش نقطع، ما عادش نسب، عنكون كنحترمهم. يعني هذا واحد المبدا اساسي خاص الانسان يتخلق به فين ما مشى، سواء في المغرب سواء في اي دوله كيف ما كانت. هذا من جهه. من جهه تانية كنا كنشوفوا المؤثره ندى حسي اللي كانت اول الناس اللي خرجوا كيقول لك لا ما يتمش الاستضافه ديال الجزائر بهذه الطريقه، راه كبرتوا لهم الشان، عرفتي شنو كيديروا لنا بالسبان. من طبيعه الحال انا كنت ضد هذه الفكره وقلت لا حشومه. في الاول وفي الاخير بالرغم من النزاعات السياسيه الملك نصره الله وكيقول لنا حنا اليد غتبقى ممدوده ليهم وما عمرنا غنقطعوا ايدنا عليهم. اذا داكشي كيبقى سياسي ونصره الله. وشنو قال؟ ما بالك حنا مع خوتنا، يعني راه كيبقاو مسلمين فحالنا فحالهم، ما خاصناش نتعاملوا معاهم بهاد التصرفات المشينه. اليوم كيتضح ليا بانه عباد الله المصطلحات اللي كيقولوا علينا حنايا كمغاربه بسب وقذف وشتم واهانه شي حاجه اللي ما تدخلش لك البال بالمره. لدرجه انه هذيك المؤثره كارولين كتقول
الخا نعطيوه ليهم ونديروا ليهم ياكلوه نهار العيد، والبول حشكم وعز الله سمعكم وقدركم قالت لك باش نعمروا به السدود. اما السدود قالت لك راه خلاص راه عمروا عندهم، حين جاو عندهم نيجيريا، جات عندهم السودان، جات عندهم مصر، جات عندهم، جاو عنا وبالوا علينا. يعني بهذه المصطلحات وحده كتسبنا بمصطلحات اللي هما نابيين، بالرغم من انه المغرب راه واحد الصدافه ما شاء الله. لوطيل اللي كان قاعد فيه المنتخب الجزائري كيفاش داير، دخلوا عند سهومه راه عندها قناتها، صفحتها كاع بالانستغرام كتبارطاجي لي فيديو. حاليا راه متواجده في الرباط. لوطيل اللي كان قاعد فيه الجزائريين كيفاش داير، الاستقبال اللي كانوا كيستقبلوهم، راكم شفتوا المقاطع الفيديوهات كذلك اشنو كياكلوا، غير الفاكهه كيفاش دايره اشكال وانواع محطوط عليهم، ما محيداش على الطبالي. ديسير اشكال وانواع، اللحوم طيبه بشتى الانواع. مهم واحد الاستقبال، واحد التعامل، واحد الميزانيه اللي هي كبيره، تخسرات على هذا الفريق كما تخسرات على الكثير من الفرق. هي ميزانيه كبيره كذلك، تخسرات على ملاعب، وفي الاخير كتنوض هذه الفتنه وكل شيء كيتضرب لهذا البلد في الزيرو. لا اليوم ولات حرب عباد الله ما بين الصفحات، ما بين القنوات، ما بين لا احنا ما نعطيكمش ولدكم، لا حتى تعطيونا، لا هاد الشيء راه قانوني. الى الابن ديالهم غدا الاربعاء عنده يعني الناس اللي تسمع هاد لا فيديو نهار الاربعاء راه زعما هو اليوم، راه عنده يعني النيابه العامه امرات بانه يبقى تحت التحقيق. مازال كيحقوا في الهاتف ديالو في هذا، لانه مشى للعرجات، سجن جوج اللي في العرجات مدينه سلا، ومن بعد غيشوفوا واش فعلا غيتم الترحيل ديالو لبلادو، واش غياخذ براءه، واش غياخذ عقوبه، واش غياخذ غرامه ماليه. يعني الحكم اللي غادي يتم في حقه اشنا هو. ولكن من ناحيه ثانيه هادشي اللي وقع، المؤثرين صحاب الصفحات صحاب القنوات اللي كيسبونا وكيشتمونا، واليوم كنشوف بانه ندى حسي تتسبوها وتشتموها باقصى النعوت. بعض المؤثرين هاد السيده في الاول راه فعلا كاملين انتقدناه، ولكن من كل شيء ولا كينوض كيسبنا، راه حتى المؤثرين الفنانه كل شيء ناض كيرد على الجزائريين، لانهم جعروا علينا، جعروا بزاف، تيسبونا بكلام نابي وساقط ومعاني اللي هما خايبين، شي حاجه اللي كتضرك في الخاطر. كل تضامن مع ندى حسي اللي خرجت كتبكي في لا فيديو وكتقول بانه انا تظلمت وتحقرت، انا دافعت غير على بلادي، دافعت على الوطن ديالي، ما رضيتش لهاد المعيور اللي كيعيرونا وهاد المصطلحات اللي كيعيرونا. وراهم صفحات على التيك توك وعلى الانستغرام اللي كياخدوا او لا اللي عندهم 4 المليون المتابع، صفحات فيهم 4 المليون كتدخل تسبنا بشتى الانواع ديال السب والقذف والشتم. راه مؤثره حتى هي صفحتها كبيره، طبيعه الحال جات الغيره على بلادها وناضت سبات لا، وكيهدوا القنوات بانهم عين ساحبوا من عندهم وما عادش يبقاو يتابعوهم. وناضوا فنانه ما شاء الله، وناضوا كذلك صاحبه شحال من وحده عندها قناه عندها صفحه، قالوا لهم باي باي مع السلامه، الباب يفوت جمل. احنا ما عندناش ما نديروا بواحد كيسب ملكنا، كيسب المؤسسات ديالنا، ما كيحترمناش احنا كشعب، ما عندنا ما نديروا به. الله يعاون الله يعاون. اذا كره اللي كتبقى ضحك نشاط لعب وبروح رياضيه، اليوم كتكون المأساة عباد الله، مأساة اللي هي كبيره كبيره كبيره. وانا ضد هاد التصرفات اللي كيديروا الجزائريين، اللي كنت انا ديما كنقول حنا كنبقاو مسلمين وخاوه مع اي دولة عربية او لا دولة مجاورة لنا او لا، ولكن هادشي زاد على الحدود ديالو. وختامها كنقول ان شاء الله مربوحة ان شاء الله في جميع المقابلات اللي بقاو هاد 4 ديال المغرب، والكاس ان شاء الله غادي ناخذوه وغيكون لقب كأس افريقيا، لقب غيديوه المغاربه ان شاء الله.